خلاص وصلنا اليونان زي ما انتم شايفين اهي اليونان. اتفرجوا بقى على اليونان وجمال اليونان، شايفين الانوار بقى والشروق طلع اهو، في جبال كمان اهو. اليونان جميلة قوي ما شاء الله. شايفين الشوارع اللي تحت اهي شوارع اثينا وجبال اثينا. القمر اهو لسه موجود والشروق بيطلع، المنظر من فوق تحفة ما شاء الله. اليونان مشهورة طبعا بالمرتفعات والجبال. وهي خلاص نزلنا اهو على الارض، الحمد لله على السلامة، وصلنا اثينا. انا مش عارفه اصور لكم بقى جوه الطيارة عشان ممنوع، لما انزل هصور لكم ان شاء الله. انا نازلة هاخد الاتوبيس. هنا بقى الشاشة دي هشوف الجيب بتاعي فين لانه مش مكتوب على البوردنج. هنطلع بره هنا. المكان تحفة. الشارع بقى بصوا بقى، عاملين موسيقى باليوناني هنا في الشارع. ده تقريبا اوتيل. شايفين بقى منظر الجبال عاملة ازاي. وادي المطار والشارع. ما حرمتكوش من حاجه بقى، شفتوا اليونان اهي. بس بقى ندخل عشان نروح نلحق الجيت. هنخش بقى هنا نعمل بوردنج. عامل لي احمر. انا جيت ادخل دلوقتي، بيقولوا لي البورد اللي معايا دي لازم اروح اجيب واحده ثانيه، وهم اصلا في مطار القاهره قالوا لي بوردنج اللي معايا فيها الاثنين، يعني ما قالوليش مثلا انت هتجيبي بوردنج تانية. انا جبت خلاص البوردنج، المفروض هدخل دلوقتي. انا داخله اهو على الجيت. ندخل بقى نحط الشنط على السير ده والجاكيت واي حاجه معانا، هنتفتش وبعدين هندخل ان شاء الله جوه على الجيت. انا قاعده دلوقتي هو عند السوق الحر. بصيت على الشاشه على انا رايحه دوسلدورف في المانيا، كاتبين انه لسه منزلش الجيت بتاعي، فاستنى بقى اول ما يظهر على الشاشه هعرف مكانه فين واروح، لان هما مش كاتبينهولي على البوردنج. انا دلوقتي هو رايحه على الجيت، الحمد لله جالي ميل بالجيت بتاعي، الجيت B09. رايحه دلوقتي على الجيت بتاعي، اول ما اوصل هصور لكم. انا خلاص وصلت الB9، بس لازم اتاكد من الشاشات اللي هناك دي، اقعد كل شويه ابص عشان ممكن الجيت تتغير في اي لحظه. انا هقعد بقى هنا. الطياره بتاعتي هتطلع الساعه 10. ده بقى المكان اللي جنب الجيت، والطياره هي ده الخطوط اليونانيه. انا داخله دلوقتي بقى على الطياره. انا دلوقتي في المنفاخ، في طابور زي ما انتم شايفين، وهنقف على المسافات. انا رقمي 17C، مش جنب الشباك، هقعد جنب الطرقه للاسف. للاسف بقى رحلتنا كانت بالليل، كنت جنب الشباك، لكن في الوقت الصبح بقى مش جنب الشباك. انا 17، هنا 11، دي 17، انا 17C هنا. انا المفروض دلوقتي ركبت، بس انا في الجنب التاني بصور لكم منه، وانا فعلا مش جنب الشباك، بس جنبي واحد قاعد جنبي، فمش هينفع اصور لكم من الناحيه التانية. دي الكرسي بتاعي من قدام. الكرسي ده مفيهوش USB. الطياره تحسوها هي 3 كراسي يمين 3 شمال، بس الطرقه ضيقه والكرسي ضيق صغير. التانية كانت مريحه اكتر عشان ده طيران داخلي. انا بقى هقفل معاكم، مش هعرف اصور جوه الطياره تاني ان انا مش جنب الشباك للاسف. لو لقيت اي مكان فاضي زي ده محدش جه هتنقل عليه ان شاء الله. فجونا بقى بالشاشه دي فيها التعليمات بتاعه الطياره حاله الطوارئ. احنا خلاص اتحركنا دلوقتي اهو، الطياره بتتحرك. الغريبه بقى هنا الطياره اللي انا فيها ده طيران داخلي، وفي شاشه بقى بتقولك انت فين وكده، لكن الطيران الخارجي المفروض ان هو يكون في كده. برضو جايبين لنا الاكل برضو في كيس ورق زي الطياره التانية،
هنشوف بقى ايه الاكل المره دي ايه. طبعا انتوا عارفين ان انا ما اكلتش، برضو جايبين سندوتش وميه وهنشوف لسه. ده هو نفس الاكل بالظبط، الميه والشوفان، والسندوتش ده لسه بقى هفتحه واشوف بقى فيه ايه. شايفين فيه ايه؟ جبنه، معرفش ايه المدخن ده، ايه الله اعلم، ده خنزير ولا فراخ ولا ايه، مش عارفه طبعا مش هاكله. فانا اللي هعمله دلوقتي ان انا هشرب ميه، هو مش عايزه اكل دي الصراحه، ما عجبتنيش اصلا. هشرب ميه بس، لما اروح بقى باكل بقى. انا طلبت عصير تفاح، كانت بتعدي بمشروبات، بس الرحله لسه بدري شويه، انا فاضل ساعتين، لسه ما عدناش نص الطريق يعني. احنا خلاص داخلين على دوسلدورف، هو قال 5 دقايق وهنهبط. واحنا بنهبط هنعدي دلوقتي على فوبرتال. فوبرتال دي انا عملت لكم فيها فلوج قبل كده، سيبه لكم فوق اتفرجوا بقى عليه. عارفه اصور من هنا منظر حلو قوي. انا خلاص نزلت من الطياره وفي المنفاخ. اول حاجه عايزه اعمل تحليل، ودي الطياره بقى اللي كنا راكبينها اهي. سلام، الباب اتفتح لي لوحده. هروح اسال الظباط اللي هناك دول فين التحليل. سالتهم قالوا لي امشي على طول عندي الشنط وبعدين اعمل التحليل. هاخد الشنطه بتاعتي دلوقتي، بس لسه شنطتي ما ظهرتش. انا خلاص خدت الشنط وهروح دلوقتي على مكان التحليل. المفروض مكان تحليل كورونا السير رقم 19 وراه. ان شاء الله ما يكونش عندهم حد، شكلهم فاضيين دلوقتي. اروح اعمل تيست وبعدين هطلع ان شاء الله. واخويا جالي هو دلوقتي. السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا رايحين دلوقتي بقى نعمل كورونا تيست دلوقتي. هو طالع معايا بقى شال الشنط دلوقتي. طبعا مصطفى على فكره اخويا عنده قناه على اليوتيوب، هسيب لكم لينك اخر فيديو ليه على هسيب لكم في الشريط اللي فوق وفي الديسكريبشن بوكس ان شاء الله تحت. كل بقى يخش عليه. القناه بتاعته حلوه جدا، بيعمل فلوجز هنا في المانيا، وقناه مفيده يعني هتستفادوا منها كتير. يلا بينا نروح التيست. مستنيكم بس الاول في القناه عندي، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناه اختي، عشان هي يعني الشنط تقيله جدا، انا مش عارف هي كانت ماشيه ازاي كده وبتصور في نفس الوقت، فبتتعب جدا يعني. فكله بقى ايه، سبسكرايب ترانزيت بقى وشغل يعني. لا يعني ربنا يكون في عونها. انا مش عارف اصلا، انا شايل الشنطه بالعافيه بس. يلا ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وكومنتات حلوه كده ان شاء الله. يلا احنا هنروح بقى نعمل التيست دلوقتي. احنا رحنا قال لنا لازم نعمل ريجستريشن، يعني لازم نسجل، واحنا ما سجلناش، فقال لنا مشوا اخر الطرقه وروحوا سجلوا بعدين تعالوا. بيقول ان التحليل بفلوس ب59 يورو، المفروض ان هو مجانا، بس هو بيقول نزل قرار جديد من النهارده هيبقى ب59 يورو. هندخل دلوقتي، بس اول حاجه اعقم ايدي. رحت عشان اسجل الكورونا تيست، ما دفعتش فلوس، طلع كلهم هناك مصريين، والبنت قالت لي ده مش قرار اصلا، ده بس شركه خاصه مسكت التيست هنا في المطار يعني، فعشان كده التيست بفلوس. احنا دخلنا على الموقع ولقينا انه ما فيش قرار نزل ان هو بفلوس. احنا الحمد لله سجلنا وهنروح، وبكره ان شاء الله اروح للهاوس ارتست اللي هو الدكتور اللي بيبقى في المنطقه عندنا. المفروض ان هو ببلاش يعني، قرار نزل في الحكومه ان هو ببلاش، طالما انا جايه من منطقه خطيره يعني زي مصر، فالمفروض ان انا اعمله ببلاش سواء في المطار او عند الدكتور. بس طبعا هي زي ما قلت لكم مسكتها شركه خاصه، فعشان كده بفلوس. هنروح بكره للهاوس ارتست ده، ولو ببلاش هعمله، لو بفلوس هشوف انه ارخص واعمله. اذا كان هعمله هناك لو ارخص، لو طلع في المطار ارخص هاجي اعمله بكره. هي قالت لي طالما سجلتي خلاص تقدري تيجي بكره تعمليه، مفيش مشكله. فدلوقتي بقى هنروح ان شاء الله. الطريق اللي هنركب منه الاتوبيس. افتح يا سمسم. الجو الحمد لله، اول ما طلعت من المطار نسيت اقول مش واخده بالي اصلا ان الجو ساقع هنا في المانيا. لما طلعت بره المطار حاسه عادي الجو حلو، ساقع شويه مش اللي هو بردانه يعني. كنت حرانه جوه في المطار، فلما طلعت حاسه ان الجو حلو بره يعني. زي ما انتم شايفين شكلها كانت ممطره النهارده. ايه بقى يا نوران، ايه رأيك في ألمانيا؟ وحشتك ولا لأ، ولا عايز ترجع تاني مصر ولا ايه؟ ألمانيا وحشتني جدا جدا جدا. الحمد لله انا وصلت بالسلامة قبل ما يقفلوا المطارات، ما كنتش هعرف اجي.
انا برضو اول 20 يوم ليا في مصر كنت حاسس ان انا وحشني ان انا اتكلم شويه الماني، وحشني شويه ان القطار اول ما جيت هنا صحابي قابلوني وبتاع كتر خيرهم. حسيت برضو ان انا رجعت منطقتي اكني رجعت مصر او حاجه زي كده. لكن طبعا مصر يعني على طول بتوحشنا، على طول نفسنا ننزل اهلي والصحاب والحبايب، المناطق اللي احنا عشنا فيها. يلا عشان ما اطولش عليكم، احنا دلوقتي متجهين الى المنزل. ليتس جو. انا دلوقتي في محطة بوخم الرئيسية. طبعا فاكرين المحطة الحمراء دي؟ وحشتني جدا، والمدينة وحشتني جدا. المدينة دي بحبها قوي اللي انا ساكنة فيها. اللي مش متابعني بقى ايه، يروح يتابع الفيديوهات بقى ويتفرج بقى على مدينة بوخم وكده، والفيديوهات اللي انا صورتها وكده. دلوقتي الأوبان جاي قدامه دقيقة وهنركبه واروح على البيت ان شاء الله. لسه نازلة من المترو. ده الشارع بتاعي بقى في فاتنشايد. خلاص بقى وصلت البيت. النهارده بقى ايه، تاني يوم. الورق عمال يتساقط اهو. الجو حلو قوي ما شاء الله. اول ما صحيت اتصلت على الهاوس ارتس اللي جنبي، قلت له ان انا جايه من مصر وغزكو جديد، يعني منطقه خضراء يعني. فقال لي طالما انت جايه من منطقه خضراء بتعمليه مجانا يعني. رايحه لهم دلوقتي الساعه 8:30. هي قالت لي ان هم هيقفلوا المعمل الساعه 9، لازم اروح لهم قبل 9. فانا بقى ايه، اخدت المترو بسرعه ورايحه لهم. انا لسه طالعه من العياده، واول حاجه قالت لي انت معاكي تامين ايه؟ قلت لهم معايا تامين خاص. قلقت كده، قالت لي انا مش عارفه التامين خاص ببلاش ولا لا، الحكومي هيبقى ببلاش. فالمهم بحثت كده وقالت لي خلاص التامين الخاص برضو ببلاش. ودخلت عمل لي المسحه واداني بقى الورقه دي، والورقه دي بقى فيها الرقم. هبحث عن النتيجه بتاعتي اونلاين. الحمد لله ان انا ما عملتوش امبارح في المطار، كنت هدفع فلوس كتير قوي. هو اصلا ببلاش اصلا، لان انا جايه من منطقه خطيره. هو في المطار عاملينه بفلوس عشان اللي مسكت الموضوع هناك من اول امبارح، من اول يوم اللي انا جيت فيه المانيا على حظي، شركه خاصه مش حكومه، فعشان كده كان بفلوس يعني. بس ودلوقتي بقى مروحه البيت ان شاء الله. ودلوقتي خلاص طلعت الشقه. زي ما انتم شايفين ده ايه المكان المفضل ليا اللي بصور منه. اتمنى الفلوج يكون عجبكم، واكتبوا لي رايكم بقى في الكومنتس. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب. واشوفكم على خير قريب، وباي باي.